ميركاتو شبيبة القبائل 2026 يعود من جديد، وهذه المرة اسم جديد يدخل بقوة على رادار إدارة الكناري بعد البحث عن التدعيمات جديدة وتحركات الإدارة من أجل بناء فريق قادر على المنافسة. لاعب من البطولة الجزائرية وكان من أحد أكبر الأندية المنافسة لشبيبة القبائل، أيمن بوقرة لاعب مولودية الجزائر، أصبح ضمن الأسماء المقترحة على إدارة شبيبة القبائل من أجل تدعيم مركز حساس جدا وهو الظهير الأيمن. إدارة شبيبة القبائل تريد التعاقد مع أيمن بوقرة ليصبح المنافس الحقيقي لحميدي. تابعوا معنا الفيديو للنهاية لأن التفاصيل قد تكشف لكم لماذا عاد اسم أيمن بوقرة إلى ميركاتو شبيبة القبائل اليوم. شبيبة القبائل تمتلك ظهير أيمن وهو المعروف بحميدي، الذي يعتبر من العناصر المهمة في التشكيلة ونجح في فرض نفسه خلال الفترة الماضية. الموسم الجديد سيكون موسما طويلا وشاقا، وهناك منافسات قوية، لا يمكنك أن تعتمد على لاعب واحد خلال طول الموسم. وهنا بدأت إدارة شبيبة القبائل في التفكير: ماذا لو تعرض حميدي لإصابة؟ ماذا لو يحتاج المدرب إلى خيارات تكتيكية مختلفة؟ كل هذه الأسئلة جعلت مسألة تدعيم الجهة اليمنى تدخل ضمن اهتمامات الإدارة. أيمن بوقرة عاش موسما لم يكن بالشكل الذي كان يتمناه، خاصة وأن مردوده مع مولودية الجزائر لم يصل إلى مستوى التوقعات، ومع نهاية المرحلة الماضية أصبح اللاعب ضمن قائمة الأسماء التي قررت مولودية الجزائر الاستغناء عنها. فحسب المعطيات المتداولة تلقى أيمن بوقرة اهتماما من أكثر من جهة، ومن بينها وفاق سطيف، لكن دخول اسم شبيبة القبائل على الخط جعل الملف يأخذ بعدا مختلفا. فحسب المعلومات المتداولة تم تسجيل اتصالات أولية بين اللاعب ومسؤولي شبيبة القبائل. إلى حد الآن لا توجد صفقة رسمية ولا يوجد إعلان رسمي يؤكد انتقال أيمن بوقرة إلى شبيبة القبائل. وللتذكير، أيمن بوقرة لحد الآن لم يفسخ عقده مع مولودية الجزائر، لأن مولودية الجزائر أرادت أن تعمل معه بطريقة الفسخ بالتراضي، لكن أيمن بوقرة رفض هذه السياسة، فحاولت مولودية الجزائر الاستغناء عنه بالإعارة. وحسب أخبار شبيبة القبائل فإن المدرب كريم بالحسين يريد تدعيم الجهة اليمنى بلاعب قادر على رفع المنافسة في هذا المركز، خصوصا بعد عدم الاقتناع بشكل كامل بما قدمه اللاعب الشاب بن عطية خلال المباريات التحضيرية. أيمن بوقرة له القدرة على اللعب في الجهة اليمنى كما يملك إمكانية اللعب في الجهة اليسرى، وهذا يعني أنه في حال نجاح الصفقة قد يمنح المدرب أكثر من حل. بعد كل هذه المعطيات أصبح مستقبل أيمن بوقرة مفتوحا على عدة احتمالات. ارتباطه بمولودية الجزائر: يجب أولا فسخ عقده أو إيجاد حل لهذه الوضعية. اهتمام وفاق سطيف من جهة أخرى. والآن أيمن بوقرة على رادار شبيبة القبائل، والملف يبدو مفتوحا لكن لم يصل بعد إلى مرحلة الحسم النهائي. إدارة شبيبة القبائل تبحث عن تدعيم مركز الظهير الأيمن وخلق المنافسة حقيقية لحميدي، خاصة مع رغبة المدرب كريم بالحسين في امتلاك خيارات كثيرة. هل تؤيدون التعاقد مع أيمن بوقرة ليكون منافسا لحميدي، أم ترون أن شبيبة القبائل تحتاج إلى ظهير أيمن آخر بمستوى أعلى؟ اكتبوا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديد آخر أخبار شبيبة القبائل.